حتى الإنسان ينسى هويته ويتكلم. المد الوهابي دمر الإسلام. المد الوهابي واقع الحال دمر الإسلام لسبب الحركة الوهابية أكبر حركة أنشئت لتدمير الإسلام، أكبر حركة أنشئت لتمزيق الوحدة الإسلامية. بالوقائع كيف؟ بالوقائع حدثني عن حادثة واحدة أو عملية استشهادية أو عملية تفجيرية أو تصريح لهم أو فتوى حول القدس. حدثني تذكر معي ماذا صنعوا بأهل الطائف، كيف قتلوا أهل الطائف والإحساء، هم سنة، لا تقول لي شيعة، سنة. ماذا فعلوا بأهل الطائف؟ ماذا قال عنهم السيد أحمد زين الدحلان مفتي الشافعي مفتي مكة معاصر لمحمد بن عبد الوهاب؟ قال عنه مارق. ماذا قال عنه أخوه سلمان بكتاب الصواعق الإلهية بالرد على بدع أخوه محمد بن عبد الوهاب؟ أخوه رد عليه، أخوه سلمان بن عبد الوهاب رد على أخوه الدعوة الوهابية. ماذا صنعت الدولة الوهابية ضد الاستعمار البريطاني؟ ألم يكونوا ذراعا استعماريا؟ ألم يكونوا ذراعا استعماريا؟ ماذا قدموا الاستعمار؟ كانت كل الدول العربية تنتفض ضد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي والاستعمار الإيطالي. ماذا صنعوا؟ هذا حركة عمر المختار ضد الإيطاليين وكذا وكذا. ماذا صنعت الدولة الوهابية؟ غير التحالفات الأمريكية، تحالف إنجليزي سابق واليوم تحالف أمريكي. إذن لا شيء عندهم. التوحيد، الإسلام، الرافضة، المجوس، الكلمات المطاطة، ويخفون تحتهم نجمة داوود ويخفون تحتهم أجندة صهيونية لتمزيق المسلمين. اليوم شارع المزاج الكويتي مزاج وهابي. الكويت نحن يعني مستاءون جدا من قضية الغزو الوهابي في كل كتب، في مناهج التعليم، في أفكارنا، في منابرنا، في كتبنا، في مكتبات هناك دعم كبير للكتب الوهابية، لكتب محمد بن عبد الوهاب، وهي كتب قمة بالتكفير. خذ على سبيل المثال، أنا قلت في لقاء سابق، كتاب التوحيد الذي يتباكون هذا الإمام المجدد أي تجديد وهو لم يطلق طلقة حول فلسطين، أي تجديد وهو لم يسير جيش لفلسطين، أي تجديد وهو أول خارجي في الإسلام. محمد بن عبد الوهاب أول خارجي، وهو رأس وهو الأب الروح لداعش. أول من خرج على الدولة الإسلامية العثمانية محمد بن عبد الوهاب، وقالها في كتاب الدرر السنية حين قال بأن الدولة العثمانية كافرة والنظام فيها كافر، طبعا مو نظام بما معنى الكلام، والنظام والخليفة، أليس هذا تكفيرا؟ من أعطاك أنت صك الغفران ومن أعطاك أنت التحدث أو لك أعطاك الدور أو تتكلم؟ ما هي قيمتك؟ فإذن بنيامين نتنياهو معه حق لما بيقول بالكنيسة لولا إسرائيل لجاء متعصبو الإسلام ودمروا الأماكن المقدسة كما يفعلون في أرجاء الشرق الأوسط. صدق هذا النتن، صدق مع الأسف، صدق. والدليل على ذلك انظر إلى بيت سيدنا رسول الله اليوم في المدينة المنورة يحول لحمامات عمومية. ماذا فعلوا بالبقيع؟ ماذا صنعوا في بيت عبد المطلب؟ مكتبة عامة. وأين قلاع خيبر؟ حدثني عن قلاع خيبر، شامخة في أراضي نجد. هذا سلوك الوهابية. انظر تطابق داعش والوهابية، تطابق كاملا بالتكفير، بالتفجير، بالقتل. لما تقرأ في كتاب تاريخ نجد لابن غنام وهو يتحدث بأنهم قتلوا إمام مسجد سني، الشيخ عثمان بن معمر قتلوه وهو يصلي في المسجد، أليست أخلاق داعش؟ هذه أخلاق الوهابية. هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ أنا لست شيعيا ولست مع إيران ولست مع أي نظام الأرض، حتى حزب الله، مع كل احترامي ومحبتي لك حزب مقاوم بطل، ولست مع حماس أو الجهاد أو أي حركة. أنا رجل عربي مسلم أحترم الجميع وأحب الجميع. اليوم أمريكا كيف تستطيع أن تدافع عن حثالتها الموجودين في سوريا؟ بأن تلبسهم اللباس وتحرك الأنظمة العربية والإعلام العربي السنة. العبوا على عزف على وتر السنة. اليوم من يقتل السنة، جيش النصرة سني، الجيش داعش سني، القاعدة سنية، مجرمون هؤلاء من اكتشفهم أساس بريطانيا واليوم تدعمهم الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالمناسبة الفكر داعش هي النصرة إن كانت بمسميات أخرى. نعم. وهي أيضا القاعدة، والقاعدة هي الدعوة الوهابية وإن كانت سلفية العلمية، وتختلف هي السلفية الجهادية، يتبنون أجندة محمد بن عبد الوهاب وبن تيمية، وهؤلاء ليسوا من السنة أبدا، هم خوارج العصر. نعم.